طوق الياسمين للكاتب الجزائري وسيني الأعرج. تحكي الرواية عن قصة حب بين الراوي وزهرة، المرأة التي تعيش في بيئة تقليدية محافظة. تنشأ بينهما علاقة عاطفية استثنائية، لكنها تصطدم بقيود المجتمع والاختلافات الثقافية والدينية، لتنهار العلاقة بموت زهرة. وهنا يعيش الراوي معاناة فقدان الحبيبة، فيكتب عنها لكي يحتفظ بذكراها. الرواية ليست مجرد قصة، بل تعالج قضية الحب في ظل مجتمع لا يتقبل العلاقات الحرة. بأسلوبه الرومانسي الرائع يذهب بنا الكاتب في رحلة في أعماق النفس، ويقول لنا: عندما نموت لا نموت مرة واحدة، نموت كلما غادرنا من نحب. قراءة ممتعة.